تعالي بقى من نص فرخة نعمل معانا وجبة غدا تكفي من 4 ل5 أشخاص حلوة جدا. يلا بينا نشوف الطريقة ايه. أول حاجة في طاسة كده معايا على النار نزلت بمكعبين من الزبدة وحوالي 3 معالق كبار من الزيت، وانزل ببصلتين متخرطين بالمنظر ده، نشوحهم كده شوية لونهم يغير معانا، وانزل بفصين بالظبط من التوم، من التوم المفروم فصين بس. نبدأ نشوحهم كده مع بعض، وبعد كده هدي نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، شمي بقى ريحة الفلفل الأسود مع البصل والثوم هيديكي ريحة روعة جدا. بعد كده هيكون معايا نص كيلو من صدور الفراخ او الوراك، مفيش مشكله خالص، يعني بالظبط صدرين من الفراخ او من الوراك، متقطعين معايا بالمنظر مكعبات صغيره كده بالمنظر ده، واقلبهم معايا. اول ما يتشوحوا ويغيروا لونهم نزلت بربع معلقه صغيره من الملح. نبدا بعد كده معايا 4 طماطمات وقرن فلفل حامي كده، ننزل بيهم متقطعين قطع صغيره. وبعد كده ننزل بقى معانا معلقه كده من بودره مرقه الدجاج. وبعد كده هنزل معايا بنص معلقه صغيره من الكزبره، نص معلقه صغيره من البهارات السبعه، وبجد بتدي ريحه طعم تحفه جدا، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من السكر، وبس كده. وهي دي توابلنا. لو عندك بابريكا، ما كانش عندي، دي في ربع معلقه صغيره من البابريكا. نبدا نسيبها بقى على نار هاديه كده لغايه ما تستوي معانا تماما، نغطيها ونسيبها على نار هاديه. تعالي بقى نعمل معانا شويه رز ابيض عظمه بتركيه مميزه جدا. نزلت كده بمكعب من الزبده وشويه زيت عشان يفلفلوا معايا الرز. نغسل الرز كويس، وبعد كده نزلت بالرز، ونبدا حطي الملح بتاعك، شوحي كده كويس قوي. الرز الابيض اهم حاجه فيه انه يتشوح كويس جدا عشان يطلع مفلفل معاكي بالمنظر ده. هبدا بقى اضيف الميه المغليه معايا، ولكل كوبايه رز مصري معايا كوبايه قدامه من الميه المغليه. ظبطت الميه بتاعته. تعالي بقى تركايه حلوه قوي، هنزل دلوقتي بمكعبين من الزبده او معلقه من السمنه البلدي. وبعد كده تركايه حلوه قوي، لو عندك بقى قشطه وش اللبن انزلي كده بمعلقه من قشطه وش اللبن مع الرز وقلبي. ومش هغطي الحله، هسيب الرز معايا على نار عاليه لحد ما يتشرب، يبدا يتشرب ميته بالمنظر ده. هديله كده تقليبه وهبدا اشيله، واحط الشياطه بتاعه الرز، يا اما تهدي النار. بالخطوه دي حطيت الشياطه، هدي اخر تقليبه معايا، وبعد كده نغطي بقى، تغطي عليه وتسيبيه بقى ربع ساعة 15 دقيقة، ما تفتحيش عليه الحلة، على نار هادية لغاية ما يستوي تماما. هنا بعد ما الفراخ استوت معايا تماما، هبدأ بقى اضيف لها معلقتين كبار من قشطة وش اللبن. يعني البطل معايا النهاردة قشطة وش اللبن، بصوا هتديكي طعم روعة جدا. ضفت معايا كمان حوالي كده ربع كوباية صغيرة من المية بس. هبدأ بقى اعلي النار في الخطوة دي لحد ما الصوص معايا يتقل ويتشرب كده شوية، بس كده. اخر بقى حاجه هضيفها، بص الصوص تقل معايا ازاي من القشطه. هبدا اضيف قرن كده فلفل من الرومي، فلفل رومي، فلفل الوان، انزلي بيها مفيش مشكله خالص. وهطفي النار عشان انا عايزه الفلفل بتاعي يفضل لونه اخضر ما يتبلش معايا. بس كده. كده الرز معايا كمان، بصوا الرز اتشرب واستوى تماما كده. طفيت النار عليه بعد ربع ساعه، فتحت عليه لقيته استوى تماما، ومش عايزه اقول لكم الطعم حكايه. تعالوا بقى نكون اكلتنا الحلوه، الطبق المميز اللي احنا عملناه. جبت قالب مفرغ كده من النص زي ما احنا شايفين. هبدا بقى، عايزين بقى طبعا نطلع الاكل بشكل حلو كده وجميل وشيك. نضغطه كده كويس جدا في طبق التقديم بتاعك. تقدروا تقولوا كده عاملين فتة فراخ، بس حاجة روعة. الطبق ده عظمة واقتصادي وتحفة جدا. بدأت أنزل كده من التفريغ من النص كده بالفراخ بتاعتي معايا. التقديم يا جماعة العين بتاكل قبل البق، بجد بجد. الطعم حكاية، جربي بتركاتي، مش عايزة أقولك مميز جدا. كمان كان عندي عيش شامي حمصته كده بالطريقه دي، حمصيه بقى في الاير فراير او تقليه براحتك خالص. وكان عندي كمان صوص كده مايونيز على زبادي اللي هو او بديل التوميه، وبتبداي تنزلي بيه على الوش كده. جرنشيه بقى بالبقدونس معاكي، عايزه اقول لك طبق عظمه. هتشبعي مشبع جدا، وكل ده من يعني من نص فرخه، من نص كيلو من صدور الدجاج، بجد. وجبه كامله متكامله، بتشبع جدا. جنبها بقى شويه مخلل، طبق سلطه عظمه، مش محتاج اي حاجه جنبه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، بالف هنا.